ايه ازيكم يا جدعان عاملين ايه؟ ده طبعا فيديو مسابقة الشرياسات ان شاء الله. طبعا انا بادئ على طول اهو، واحنا حاطين لو واخدين بالكم مصيدة اهي. دي مصيدة ايه؟ دي مصيدة ثعالب معمولة بايدي حرفيا. ثعالب وناموس وكده. فان شاء الله احنا بندور، طبعا احنا جايين في وقت بدري يعني عمر ما يبقى في حاجة هنا دلوقتي، ولكن احنا بنجرب يعني بيبقى في حاجات بيتة، حاجات على الجحر او كده، فبندور ان شاء الله نجربها يعني النهارده. وان شاء الله لو نجحت هوريكم الفيديو بيتعمل، هوريكم المصيدة بتتعمل ازاي وكل حاجه. شروط المسابقه سهله جدا، كمل معايا الفيديو للاخر عشان تعرف شروط المسابقه ايه هي. احنا هنخش دلوقتي اهو في المكان اللي حاطين فيه المصيده. بصوا زي ما انتم شايفين يا جدعان، دي المصيده اهي، جواها فرخه، نص فرخه، وزي ما انتم شايفين اهي. تمام. طبعا معموله بحاجات بدائيه خالص خالص خالص، سلك، مربعات، وده قفص قديم وكده. هفهمكم طبعا كل الحاجات دي كلفتني كام، حتى سعر القفص نفسه. كل ده طبعا ما كلفنيش اكتر من حوالي 200 جنيه تقريبا. فالموضوع سهل يا جدعان، ولكن احنا هنجربها الاول قبل ما اعرفكم بتتعمل ازاي، عشان لو مش شغاله ما تعبكوش على الفاضي. هنستنى بقى دلوقتي يا جدعان فتحي لحد ما يجي ياخدنا نروح لمكان تاني نحط فيه المصيده. بس كده كملوا معانا الفيديو. طبعا يا جدعان شروط المسابقه هتبقى سهله جدا جدا جدا. كل اللي انا طالبه منك ان انت تعمل اشتراك في القناه، تكون عامل اشتراك، ده اهم حاجه. تبقى عامل لايك على الفيديو ده والفيديو الاخير اللي فات، وتكتب لي في الكومنتات الكومنت بتاعك، تقول لي احنا مسكنا كام شرياص، وتشير الفيديو عامه لاصحابك عشان يعملوا لايكات على الكومنت بتاعك، لان اكبر عدد لايكات هيجي او اكبر عدد مشتركين هيجي من شخص واحد هو اللي هيكسب، بمعنى صح. الموضوع سهل جدا، في شرياصين وان شاء الله احنا نازلين اصلا نجرب الثعالب ونصطاد كمان واحد ثالث، ده غير الحرابي والتعابين كمان. فان شاء الله يا جدعان، انا حاسس ان في خليه نحل هنا بس ما عنديش دليل. فان شاء الله يا جدعان الموضوع سهل جدا، وان شاء الله كله يكسب. كده احنا لو اصطادنا الشرياص النهارده ده هيبقى كده معانا شرياصين في المسابقه، وحربايتين وتعبان. فالموضوع سهل جدا والله العظيم يا جدعان، وان شاء الله احاول اكسب كله. بس انت اهم حاجه تعمل الشروط صح، يعني تكتب كومنت وتتفرج على اخر الفيديو وتعمل لايك على الفيديو ده والفيديو اللي فات. هتلاقي الفيديو اللي فات تحت في الوصف، خش اتفرج عليه. او لو مش عارف تخش على الواتس، او لو مش عارف تخش على الوصف هتلاقيه، هتخش على القناه عندي هتلاقي الفيديو اللي قبل ده على طول. وبس كده يا جماعه، اكتر حد زي ما قلت لكم هيجيب مشتركين على القناه ولايكات على الكومنت بتاعه هو اللي هيكسب معانا في هيكسب. اول واحد هيكسب هو اللي هيختار الهديه، وتاني واحد هيختار من الحاجات اللي باقيه، وهكذا لحد ما لما نيجي لاخر واحد ونشوف الهديه المتبقيه ونبعتها له ان شاء الله. طبعا انا بشحن لاي مكان، هحاول على قد ما اقدر ان انا اشحن لخط الصعيد. لسه بشوف الموضوع ده لسه هعرف اعمله ولا لا. وان شاء الله ان شاء الله دي مش اخر مسابقه، ده احنا لسه بنبدا بس. فبس كده كملوا معانا. طب يا جماعه احنا خلاص حطينا المصيده هنا اهي، تعالوا اوريكم واعرفكم بتشتغل ازاي. وان شاء الله ان شاء الله تكون دي اول حاجه نصطادها من الثدييات هنا. تمام، يعني ثعلب، نمس، زي ما انتم شايفين الاراضي كلها زراعيه. تعالى بقى معايا كده يا محمد. طبعا احنا مخبيينها شويه، يعني انت لو بصيت كده مش هتلاحظها قوي، وانت بعيد كمان مش هتلاحظها خالص. زي ما انتم شايفين يا جماعه، هنا احنا حاطين نص فرخه صغيره. طبعا يفضل ان هي يكون حاجه بدمها عشان تجذب ريحته او كده، ولكن المكان ده احنا سمعنا اللي بيجي فيه نموس، فعشان كده حطيناها كده عادي. وهنجي لها الساعه 6 ان شاء الله، 6 المغرب نبص عليها، ما لقيناش فيها حاجه هنجي لها بالليل. زي ما انتم شايفين. طبعا هي بتشتغل ازاي؟ هو بيبقى داخل عشان يشد الفرخه دي، وهو بيشدها، معلش يا جماعه، وهو بيشدها الحبل ده مربوط. اول ما يشدها ده اللي بيحصل، خلاص عمره ما يعرف يطلع تاني. زي ما انتم شايفين يا جماعه، هي طريقتها جميله جدا، وكمان انا عاملها بارخص الحاجات. فطبعا هنرفعها فوق دلوقتي اهو، خليكم معانا. زي ما انتم شايفين. هات كده التليفون بعد اذنك يا محمد. بصوا يا جماعه، المصيده محطوطه على طرفها حرفيا، بحيث ان هو حتى لو دخل وشد، هي طبعا مهما عملت مش هتقع غير لو اتشدت. دي الفكره كلها. فعشان كده احنا حطيناها كده زي ما انتم شايفين اهو، مربوطه الربطه، والربطه داخله من هنا ومربوطه بالفراخ اللي جوه، وقافلين عليها من فوق كده بحاجه ايه، ظل، عشان تكنن شويه المكان. مش ممكن نشدها لبره؟ حتى لو شدها لبره الباب هيزق لجوه. باب فيه سوست اهو يا جماعه، بيشد لجوه تاني. اخويا عبده صاحب الابتكارات والافكار الجميله. فزي ما انتم شايفين يا جماعه، الساعه دلوقتي حرفيا، ثانيه واحده اوريكم الساعه. الساعه دلوقتي 1:15 لو شايفينها، الساعه 1:15 الظهر.
هنروح بقى دلوقتي، هنروح ننام شويه ونجي لها على الساعه 6 المغرب ان شاء الله، اول ما الدنيا تكون ليلت. بس كده كملوا معانا الفيديو. طب يا جماعه، بعد ما رجعنا من رحله الصيد، ولكن للاسف المصيده احنا سبناها لان احنا ما لقيناش فيها حاجه، فقلنا نسيبها كمان يوم. وصورت لكم فيديو اول ما رجعت بالصقور، ولكن للاسف ما كانش فيه صوت، المايك كان فاصل. فبس كده لحد هنا فيديو النهارده خلص. ما تنساش تشترك في القناه وتعمل كل الشروط عشان تكسب معانا. بس كده يا جماعه، سلام.